الرسالة الثانية والرسالة المهمة جدا، احنا سكتنا كثير ودي اسمعوا منين الآن. قبل كده بيقولوها الناس الآخرين، لكن اسمعوا منين الآن. احنا أي طيارة تقوم من أي مطار من دولة مجاورة، أي طيارة تسقط تضرب تقتل أي مسيرة بتقوم من أي مطار، هدف مشروع. ونحن متأكدين، من اللي نكون متأكدين طبعا. لو ما متأكدين ما حنقول الكلام ده. أي طيارة أي مسيرة تقوم من مطار، المطار بالنسبة لنا هدف مشروع. الكلام ده اسمعوه كويس. الزول الداري واصل اللي واصل، والداري يوقف الخبز ده خليه يوقفه، لكن أي مسيرة أي طيارة تقوم من مطار بالنسبة لنا هدف مشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي طيارة هتيجي تضربنا هتعتبر مطارها هدف مشروع. ده الكلام اللي قاله بالنص حميدتي قائد قوات الدعم السريع بيحذر دولة مجاورة. فهل يقصد مصر؟ ايه القصة؟ اللي قدامكم في الصورة ده محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع في السودان. هي عبارة عن ميليشيا قلبت على الجيش السوداني تحديدا في 2019، بتسيطر على اجزاء من السودان وبتخش حرب عنيفة جدا ضد الشعب السوداني. اللي حصل ان هو طلع من خلال فيديو وصرح تصريح ناري وقال ان اي طيران هيجي من الدول المجاوره يكون المطار بتاعه هدف مشروع. يعني بمعنى اصح كده اي طيران هيجي ناحيتنا من الدوله معينه المطار بتاعها هيتضرب او المطارات بتاعتها هتتضرب. الحقيقه ان هو ما ذكرش مصر بعينها، ولكن كل الصفح الاخباريه بتاكد ان مصر هي المقصود، وده لانه طلع برضه الشهر اللي فات واتهم الجيش المصري او الطيران المصري انه ضرب اجزاء عنده. طيب ليه هو طالع بيقول كده في التوقيت ده بالذات؟ ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نجح في اتمام المفاوضات او عمليه وقف اطلاق النار في غزه، وهدف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفتره اللي جايه ان هو يوقف اللي بيحصل ضد الشعب السوداني زي ما وقف اللي بيحصل ضد الشعب او المدنيين في غزه. فده بالنسبه له شيء هو مش عايز